مش كل حد موجوع معذور، وفي افعال ملهاش اي مبرر مهما كان الوجع. اللي حصل من يومين ان شاب حاول ينتحر، بس اللي حصل من الشاب ده مش لحظة ضعف عادية ولا ابتلاء اتحول لغلط ولا حاجة ينفع نطبطب عليها ونقول ربنا يسامحه وخلاص. اللي حصل اسمه قلة ايمان، قلة دين، وقلة يقين في ربنا. ايوه الكلام تقيل بس الحق لازم يتقال. وربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نيأس، ولا عشان نقرر النهاية بايدينا، ولا عشان اول ما الدنيا تضيق نختار الهروب. ربنا قال موجوع حتى وانت مخنوق، حتى وانت حاسس ان الدنيا دي قفلت، نفسك مش ملكك، دي امانة من عند ربنا. الايمان الحقيقي بيظهر وقت الضيق مش وقت الراحة، واللي عنده يقين بيعرف ان ربنا ما بيكسرش حد الا وهو ناوي يجبره، وما بيقفلش باب الا وراه باب اوسع. انما اليأس مش حل، والانتحار مش اعتراض على الواقع، ده اعتراض على قضاء ربنا. ومش معنى ان الواحد تعبان يبقى يعمل اي حاجة ويقول ربنا غفور رحيم. هو ربنا غفور رحيم بس كمان شديد العقاب، رحيم بس ما امرناش نقتل نفسنا. وفي وسط المشهد المؤلم ده، وسط الغلط، وسط اليأس، طلع مشهد تاني، مشهد يرفع الراس. الجندي اللي لحق الشاب اللي حاول ينتحر، وده مش مجرد واحد بيأدي وظيفته ولا واحد كان واقف صدفة، ده راجل بجد يعني بطل. دي كلمة قليلة عليه. راجل فهم ان شغله مش بس تأمين مكان، لكن كمان فهم ان وظيفته هنا حماية روح، حتى لو الروح دي كانت ناوية تضيع نفسها. الجندي ده جازف بحياته واتأذى واندفع من غير تفكير عشان بس ينقذ نفسه. وده الفرق بين واحد فقد ايمانه وواحد مليان مسؤولية. البطولة هنا مش انك تموت، ولا انك تختار النهاية، ولا انك تستسلم. البطولة انك تعيش وكمان تتحمل. ومش بس كده، لا ده انت كمان وتقف وتنقذ غيرك حتى لو مش عارف ينقذ نفسه. الجندي ده هو فعلا اللي اتذكر بيه معنى الشهامة، ومعنى ان لسه في خير في الدنيا. والرسالة هنا لازم تكون واضحة، الوجع مش مبرر لليأس. في ناس كتير بتحاول تنتحر لمجرد انها بتفقد ايمانها، ومجرد انها الدنيا بتقفل في وشها. فهو الدين مش كلام بيتقال، الدين لازم يبقى التزام وصبر وثقة في ربنا حتى وانت واقع. ربنا بيهدي كل قلب تايه، وبيثبت كل واحد لسه متمسك بالامل، وبيكرم كل راجل اختار الحياه واختار الرحمه واختار يكون بطل بجد. اعمل لايك وفولو، يمكن غيرك محتاج يسمع الكلام ده.